السلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بالصحه والهنا. كما راكم تشوفوا اليوم جيت نبارطاجي معكم لا تروازيام طابل اللي سيت ننوع فيها شويه من الوصفات. كما راكم تشوفوا اليوم رانا رايحين نديروا كيف الحريره، نديروا لي ميني برجر، نديروا شلاضه تاع المقارون، ونديروا تانيك مشوي تاع لو كو دو بوف. وهنايا نبداو بالسهره بيان سور اللي درت فيها لا كريم بروغلي. نسحقوا فيها ندوزو لطريقه التحضير والمكونات. بسم الله. 4 جون دوف، 70 غرام تاع سكر، لا فاني، 320 غرام كريم ليكيد و 160 غرام تاع الحليب. هنايا واش نديرو؟ نحطوا لا كريم ليكيد مع الحليب ولا فاني، نخلطوهم كيف ونحطوهم فوق النار باش يدفاونا شويه هكذا، باش كي نخلطوا البيض تاعنا نلقاوهم واجدين. لافاني انا نحب نستعملها اون بودغ تاع الميزان، تجي ريحتها تعبق الله يبارك، وانتم تقدروا تستعملوا اي موديل حبيتوه. هنايا جوست حطيت هذاك الجون دوف مع السكر، وحطيت تانيك شويه تاع لافاني باش هكا نقتل كامل الريحه تاع البيض. كما تعرفوا البيض تغلطوا شويه تقعد لكم الريحه تاعو، واللي يحب يزيد الزست تاع السيترون ولا تاع التشينا يقدر يزيد، مي انا حبيته غير بلافاني هكذا باش ما نبدلوش بزاف لو غو تاعو. هنايا مور ما خلطهم حتى بياضوا لي مليح والحليب كان دفا، جيت نبدا نزيد هذاك الميلونج تاع لا كريم ليكيد والحليب، وانا نخلط تانيك باش ما يطيبليش هذاك البيض ويولي يدير لنا هذوك الحبيبات هكا. هنايا نجيب هذوما لي غامكان تاع لا كريم بروغلي، ولا نتوما ديروا اي حاجه تدخل للفور تكون صغيره، هو يجي انديفيدوال، ونعمروهم هكا ونحطوهم في الفور باش يطيبوا. الطياب تاعهم حنا نطيبوهم في باماغي، يعني تاخذوا البلاطو تاعكم تحطوهم وديروا له الماء وتدخلوه للفور يطيب. يعني شوفوا هنا باش تعرفوا الطريقه تاعو، يعني الطياب تاعو كي تحركوه هكا تلقاوه يترعد لكم شويه في الوسط، وكي تدخلوا الموس ما يخرج صح، يخرج لكم شويه مشمخ باسكو مازال سخون، مي لو طون اللي ينشف ويشد روحو هذيك هي. حنا ندخلوه الفريجيدار ونخليوه، يعني انا توجور كي ندير ديسير نبدا به باش يبرد لي العشيه، يعني قد ما ديروه بكري وتخليوه مليح باش العشيه تلقاوه بارد. هنايا نورمالمون يجي سكر مارون، مي انا هنايا ما كانش عندي، الوغ استعملت سكر نورمال. نديرو السكر نورمال هكا ولا اي اللي عندكم السكر المارون، ونجيو نحرقوه هكذا من فوق باش يعطينا هذيك الطبقه المقرمشه اللي تجي فيه. وهنايا كان هذا هو الشكل النهائي تاعو. يعني لا روسيت بزاف سهله وتجيكم خفيفه ميم مور العشاء ومور الفطور، باسكو جينيرالمون واحد يتقل شويه بعد الفطور. هذه راهي رايحه تنحلي على ودوكا ندوزو باش نوجدوا الحريره كيف نسحقوا فيها بصله، يعني على حساب افراد العائله تاعكم، حبيبه تاع الطوماطيش، نسحقوا الكرافس والنعناع والحشيش، يعني هاد الحشاوش ضروريات. نسحقوا الحرور اذا تحبوا الحار ولا لا، نسحقوا لي زيبيس تاع الحريره والملح. عندي مغرفه صغيره بصح شنو عمرتها شويه تاع الطوماطيش تاع لي بواد، وعندي زيت. هنايا حطيت الزيت في القدره باش نحط هذوك لي مورسو تاعي تاع اللحم، ونحطها تتقلى بجهه. هنايا هذيك الطوماطيش انا توجور نطيبها وندير لها رشه تاع الملح باش نحي لاسيديتي اللي فيها، نيفيتي كاع هذيك القروسيه ولي زانغريديون اللي يقعدوا راني رايحه نرحيهم هنايا، ونجوز نحطهم مع هذاك الدجاج باش يكملوا يتقلاو كيف. هنايا نزيدوا عليهم هذيك المغرفه تاع الطوماطيش، ونزيدوا عليهم تانيك الملح وهذوك لي زيبيس اللي هضرنا عليهم، ونخليوهم يتقلاو مليح. هنا بعد ما تقلى لي مليح راني رايحه نزيد نرحي نحط لهم هذيك الطوماطيش اللي كنت رحيتها بها بالماء تاعها، ونزيد نخليها تتقلى وقت مليح باش هكذا هذيك الحريره تجي بنينه. ومن بعد هنايا انا واش درت؟ حكمت هذيك الحريره تاعي، نحيت لها اللحم والدجاج، صفيتها باش نحي كاع هذاك البصل والحشاوش اللي يقعدوا، نحيت كونتيتي صغيره هكذا باش ندير لها مغرف تاع الفارينه، ونكون وجدت العقده تاعي. و لو غاست هذاك ندير له الفريك ولا الفيرميسال، سا ديبون نتوما واش تحبوا، والحميصه باسكو كانت طايبه. نحط العقده تاعي هنا كي يطيب لكم هذاك الفريك، الا درتوها بالفريك
نحط كي يطيب نحط العقده تاعي، نزيد نخليها تغلي شويه ونطفئها. نورمالمون راهي سهله، على بها ما حبيتش نطول معكم في لي ديتاي باش ما تكرهوش هكا في لا فيديو. وندوزو هنايا باش نديرو كيف لي ميني برغر. ثاني لا روسيت هذه كنت درتها معكم من قبل في الفيديو القدام، مي حبيت نعاود نجوزها معكم هكذا. كنت درت فيها 2 كيسان تاع الماء دافيين، ودرت مغرف تاع السكر ومغرف تاع الخميره، المغارف يكونوا كبار. وإلا درتو الكاس هذاك تاع 250 ديروا 2 مغارف 2 مغارف سكر و2 مغارف خميره، ونزيدوا معاهم 2 كيسان تاع الفارينه، نخلطوهم مليح كيما شفتوا، ونخليوهم يريحوا دي كوتي يخمروا 10 دقائق. موراها نزيد عليهم 3 كيسان تاع الفارينه مع الربع تاع الكاس هذاك تاع الزيت، ونديرو عليهم الملح. هنا انا كنت شكلتهم كويرات تاع 30 غرام كامل باش يجوني قد بعضهم، انا نبريفيري نوزنهم ودخلتهم يطيبوا. انا اي خبز نديرو بعد ما ندخلو يطيب غير نخرجوه هو هكاك سخون، نغطيه حتى وين يبرد. هذه هي النتيجه تاعو كما كنتو تشوفوا دوكا في لا فيديو، يجيكم بزاف خفيف. وانا هاد لاباط ندير بها شحال من نوع تاع الخبز. انا هنايا كوم صوص درت شويه صوص باربيكيو مع شويه مايونيز، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروا مايونيز وحدها، كما تقدروا ديروا صوص الجيريان. هنا البولي اشي ولا فيوند اشي كنت زدت عليهم شويه تاع الثوم شويه تاع المعدنوس، الملح الفلفل الحل والكمون. هذا واش درت لهم، عاود تاع يعني خدمتهم وقليتهم. هذا واش كان كاين. فتحت الخبز درت له لاصوص، درت لا طوماط، وزدت درت هذيك الشلاضه، ودرت لهم هنايا الفرomاج هذاك. انا نحب نقسمها هكا على 4 باش ما تجينيش كبيره بزاف، ونغلق هذاك ونشدهم بالكوردون. نتوما تقدروا ديروا هذوك العواد الطوال، ولا هنايا نتوما واش تحبوا، ولا نتوما واش عندكم. انا حبيتهم هكا، نحبهم يكونوا سامبل، وكانت هذه هي الريزولطا تاعنا. يخرج لكم بزاف طريين ويجوكم مشمخين. تقدروا تزيدوا اونيون كاراميليزي، تقدروا تزيدوا هنا الاضافات تزيدوا وتنقصوا كيما تحبوا. دوكا نجيو نديروا لو كو دو بوف. وهذه لا روسيت بوتيتر ماشي كاين بزاف اللي مالبين يديروها، جينيرالمون هو يكون يديروه شطيط حار بالحميصه، مي كوم انا ما ينتكلش هكا الوغ درتو في الفور. الحاجه الاولى انا اللي نديرها، عندي دائما هدايا البلاطو هذا يكون ثقيل اللي يدخل سبيسيال للفور، دايرته باش نحمر فيه. حطيت هنايا الالومنيوم وحطيت البابي كويسون وحطيت هذاك اللحم ديالي، جيت خلطت عليه جيت خلطت معاه الفلفل الكحل الكمون والملح، خلطهم كاع كيف وجيت نديرهم فوق اللحم تاعي. ما درت لهمش الزيت، ما زدتش عليهم، ما درت عليهم حتى حاجه. هنايا واش درت موراها، حكمت درت لهم يعني هذوك العواد تاع الزعتره، موراها حكمت غطيتهم هنايا تري بيان كيما راكم تشوفوا. دوك نزيدو نغلفوها بيان ودخلتهم في الفوغ يطيبوا. هنايا البلاطو تاعكم توجور ديروا له الماء، انا كنت ما صورتش معكم باسكو حتى جيت حنحطو في الفوغ باش درت له الماء، وقعدوا تزيدوا له في الماء. هذا هو النتيجه تاعو، يجيكم بزاف معسل ويجي بنين وهايل. كل حاجه تجيكم تدخل لكم للفوغ برك. وهنايا ندوزو باش نديرو لا سالاد تاعنا. انا كنت درت شلاضه تاع المقارون جات بزاف بنينه، كنت درتها من قبل وخفت ما تنتكلش، الوغ انتكلت عاودتها. هنايا كيما راكم تشوفوا درت هذا النوع تاع المقارون، زدت عليها زيتون كاسي اللي كنت قطعته هكا صغيور، درت غروياغ اختياري، لا مايونيز، الثوم والمايس، وكنت درت لا فينيغريد وخلطتهم مليح. وكانت هذه هي لا سالاد تاعنا راهي واجده. وهنايا هذه هي الطابله تاع نهار اليوم. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم على بروشين ان شاء الله مع غوسيت مع فيديو جديد وطابله جديده. باي باي.